السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في قناتكم In The Goal. اضغطوا إعجاب للقناة واشتركوا ليصلكم كل ما هو جديد. سأتكلم في هذا الفيديو عن إبراهيم مازا لاعب ليفركوزن وإيلان كبال لاعب نادي باريس اف سي. إبراهيم مازا الموهبة الجزائرية دخل مع ناديه ليفركوزن ضد دورتموند. إبراهيم مازا قدم كل ما عليه في خط الوسط والهجوم. إبراهيم مازا صنع عدة فرص، 3 فرص سانحة للتسجيل لزملائه، خاصة فرصة الهدف أو الشوط الأول أضاعها زميله بانفراد وجها لوجه. المهم مازا كان هو المحرك في ليفركوزن، كان هو أفضل لاعب من طرف زملائه في ليفركوزن. قدم تمريرة الهدف الأول لزملائه في الدقيقة 83. المهم كل التوفيق للدولية الجزائرية. إلى الدوري الفرنسي، إيلان كبال أيضا هو دخل أساسيا مع ناديه باريس اف سي ضد نادي أوكسير. إيلان كبال صال وجال في المباراة. هو يلعب ظهير أيمن مهاجم أو جناح أيمن مهاجم عفوا. يدخل أيضا في خط الوسط، يساند وسط الميدان، يسترجع الكرات، استرجع 7 كرات، صنع 4 كرات في الهجوم، صنع 4 كرات محققة للتسجيل. كما تحصلوا على ركلة جزاء، هو من تكفل بتسجيلها. إيلان كبال يربح معظم النزاعات، 10 نزاعات في المباراة. إيلان كبال أيضا قام بمعظم المراوغات، مراوغتين ناجحتين في المباراة. هو يساعد في الوسط كثيرا رغم أنه جناح أيسر. إيلان كبال أيضا كان اللاعب الذي عرقل كثيرا، تحصل على عدة مخالفات. كما أيضا ربح معظم النزاعات هذه أعدتها. كل التوفيق له. هو من كان أفضل لاعب في المباراة، تحصل على تنقيط 8.6 من 10. إيلان كبال موهبة جزائرية ستقول كلمتها في كأس إفريقيا. نتمنى أن يتواجد في القائمة النهائية التي ستخوض غمار الأمم الإفريقية في المغرب. شكرا لكم، انتظروني.